قاد الفرنسي كيليان مبابي فريق ريال مدريد للفوز أمام ليغانيس بثلاثية لهدفين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني. وتواجه ريال مدريد وليغانيس في منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني الليغا لهذا الموسم على ملعب سانتياغو برنابيو، وتحصل ريال مدريد على ضربة جزاء وتمكن كيليان مبابي من تسجيلها ليمنح فريقه الهدف الأول في الدقيقة 33. وأدرك ليغانيس التعادل سريعا بعد تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب ديجو غارسيا. وقبل نهاية شوط المباراة الأول عزز داني رابا تقدم ليغانيس بهدف ثان في الدقيقة 44 من اللقاء. ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف مبابي في مباراة ريال مدريد وليغانيسوما بداية الشوط الثاني، أحرز جود بيلينغهام هدفا ثانيا لريال مدريد بحلول الدقيقة 47 من المباراة، ثم سجل كيليان مبابي الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد من ركلة حرة في الدقيقة 76. وعقب الهدف تعرض مبابي لتدخل قوي من لاعب ليغانيس، ومن ثم تدخل الطاقم الطبي لفحصه، لكنه استكمل اللقاء. حسمت المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية لهدفين ليرفع رصيده للنقطة 63 بالتساوي مع المتصدر برشلونة، وتجمد رصيد ليغانيس عند النقطة 27 في المركز 18.